عليكم طلاب الصف الأول الإعدادي، ومعادنا مع شرح مادة الدراسات الاجتماعية. واحنا دلوقتي الوحدة الثانية، الدرس الأول، رحلة على كوكب الأرض. هناخد شكل الأرض وأبعادها. يعني الأرض اللي احنا عايشين عليها دي لها شكل معين ولها أبعادها، يعني طولها وعرضها والكلام ده كله. الشكل العام للأرض اللي احنا عايشين عليها عاملة زي الكرة، تشبه الأرض الكرة في شكلها. تمام؟ طيب، بما تفسر يبدو سطح الارض وكانه منبسطا ولا نشعر بانحناء. يعني واحد يقول لي ده ايه الكره الارضيه دي؟ لما انا ببص ارض مستويه قدامي. ليه بقى؟ لان ما تراه عيوننا ما هو الا مساحه صغيره جدا من مساحه الارض. يعني انت مش شايف، عشان مش شايف الارض كلها، فانت متخيل ان الارض ايه؟ مش دائريه. طيب، اقول لكم على حاجه بسيطه جدا. لو انت رحت الصعيد مثلا، الصعيد يعني الارتفاع، الصعيد فيه ارتفاع في الارض. فلو رحت الصعيد هتبص للسماء هتلاقي فيه نجوم كتير جدا. ليه بقى؟ لانك انت قريب من الغلاف الجوي. لكن لما تيجي ترجع للقاهره لوجه البحر، كل ما تروح بتنزل لتحت، فتلاقي النجوم قليله. كل ما تروح في نجوم كتيره جدا ما بتشوفهاش. ليه؟ لانك انت الارض دائريه فبتنزل تحت. انت بتشوف حته بس قدامك، عشان خاطر دي انت بتشوف حته صغيره، لكن هي الارض ايه؟ كرويه. طب ايه النتائج اللي بتؤدي اللي اديتها ان الشكل الكروي للارض؟ يعني عشان الارض كرويه، طب ايه اللي حصل نتيجه كده؟ طيب، اول حاجه تعرض بعض المناطق لاشعه الشمس في وقت معين والبعض الاخر في وقت اخر. يعني مثلا بيبقى هنا عندنا نهار، في امريكا بره بيبقى ليل. ليه بقى؟ لان اشعه الشمس، تخيل انت كده لما تجيب كوره وتسلط عليها من فوق لمبه، فبتلاحظ ان هي طبعا ايه؟ نورت جزء من اللمبه، لكن الجزء اللي من تحت ايه؟ متغطي، مش منور. فهنا في نور معين في وقت معين، وفي الوقت التاني في ضلمه. والعكس صحيح لما الارض ايه؟ لما طبعا الايه؟ الارض بتلف. طيب، اختلاف زاويه سقوط اشعه الشمس على الارض من منطقه لاخرى اهو. يبقى نتيجه الشكل الكروي للارض تعرض بعض المناطق لاشعه الشمس في وقت معين والبعض الاخر في وقت اخر. اختلاف زاويه سقوط اشعه الشمس على الارض من منطقه لاخرى، يعني الارض بتيجي من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال، الزاويه بتاعتها هل بتيجي عموديه على المكان ولا بتيجي بزاويه، والكلام ده كله. تاني حاجه تنوع المناخ. طبعا في مكان بيبقى فيه حار وفيه بارد. تنوع النبات، عشان طبعا تنوع المناخ بيبقى فيه تنوع النبات، في نبات بيطلع في الحر، نبات بيطلع في البرد، وهكذا. تنوع الكائنات الحيه، نفس الكلام، في كائنات حيه بتعيش في الاماكن الحاره، وفي طبعا كائنات حيه بتعيش في الاماكن البارده. طيب، ماذا يحدث لو كانت الارض مسطحه غير كرويه؟ لو الارض بتاعتنا مسطحه، يعني حته واحده مش كرويه، كان ايه اللي هيحصل؟ طبعا سقوط اشعه الشمس على كل سطح الارض في وقت واحد، سقوط اشعه الشمس كله بزاويه واحده على سطح الارض، ثبات المناخ وعدم تنوع الكائنات الحيه. يعني هيفضل على طول نهار في المكان في الارض، وفي نفس الوقت ايه؟ مش هيبقى فيه تنوع في الكائنات الحيه، وعدم تنوع البيئات طبعا، وعدم تنوع النباتات، والكلام ده كله. ابعاد الارض، في القطر الاستوائي والقطر القطبي. القطر الاستوائي اللي هو كده، اللي هو بالعرض ده بنسميه القطر الاستوائي، اللي هو بيمتد من الشرق للغرب، الذي يمتد من الشرق للغرب ويصل طوله 7927 ميل، والميل عبارة عن 1000 كيلو. تمام؟ 7927 ميل. القطر القطبي اللي هو بيجيب القطب الشمالي من القطب الجنوبي كده، ده هو الذي يصل بين القطبين الشمال والجنوب، ويصل طوله 7900. طب نلاحظ حاجة، ان العرض بتاع الارض من الشرق للغرب 7927، وده 7900 بس، اللي هو الايه؟ القطر القطبي. ده بيؤدي ان الارض مش كرويه، لا، بتبقى ايه؟ كرويه بس مضغوطه من فوق شويه. نلاحظ بقى، شفت الشرط دي لو الارض كرويه، لكن هي في الحقيقه منبعجه عند الايه؟ عند القطبين اهم. تمام؟ لاحظ بما سبق، القطر الاستوائي اكبر من القطر الجنوبي، القطب الجنوبي، صح كده؟ ويترتب على ذلك طبعا عدم تساوي اقطار الارض. يترتب على ذلك ايه؟ اصبحت الارض غير كامله الاستداره، يعني مش مدوره بالكامل، لكن هنا ايه؟ لكن اصبحت الارض مفلطحه عند القطبين.
ومنبعجه عند خط الاستواء. مفلطحه يعني ايه؟ بص طالعه لفوق شويه اهو، ومنبعجه كانك ضغط عليها كده من عند خط الايه؟ الاستواء. طيب بما تفسر الارض ليست كامله الاستداره. ليه ليست الارض كامله الاستداره؟ لانها منبعجه قليلا عند خط الاستواء ومفلطحه عند الايه؟ عند القطبين. طيب كمان القطر الاستوائي اطول من القطر الايه؟ القطر القطبي بحوالي 27 ميل. عشان كده الارض ايه؟ ليست كامله الاستداره. طيب ناخد خطوط الطول ودوائر العرض. طبعا عشان خاطر الارض كبيره جدا، العلماء فكروا ان هم يرسموا كوره كده زي ما احنا شايفين في الصوره دي، تمام، ويحاولوا يعملوا لها خطوط وهميه طوليه وعرضيه. ادى ونظرا لاتساع كوكب الارض ادى ذلك الى رسم العلماء خطوط وهميه طوليه وعرضيه على مجسم الكره الارضيه، وذلك بعد عقد المؤتمر الجغرافي في مدينه جرينتش بانجلترا. مدينة جرينتش دي موجودة في انجلترا، عقدوا فيها مؤتمر في 1884. والخطوط دي سمى خطوط الطول خطوط والدوائر بخطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول زي ما احنا شايفين كده بطول الارض كده، تمام، رسموها وهميا. وهنا خط جرينتش. جرينتش نتيجة ايه؟ للمدينة سموها بالمدينة المكان اللي عقدوا فيه المؤتمر، سموها جرينتش، تمام. فعملوا جابوا كوره كده ورسموا عليها خطوط طول زي ما احنا شايفين كده، وهي عباره عن انصاف دوائر وهميه ومتساويه في الطول وغير متوازيه. يعني شايفين كده اهو انصاف دوائر. يعني ايه انصاف دوائر؟ اللي هو نصف دايره اللي هو كده، تمام، كده اهو نصف دايره، يعني مش مكمل دايره. انصاف دوائر وهميه ومتساويه في الطول وغير متوازيه تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي، يتوسطها خط جرينتش اللي هو خط الطول الرئيسي. عند جرينتش هنا ده الخط الطول الرئيسي بتاعها في النص، وجم شمالا وجنوبا وعملوا ايه؟ شرقا وغربا وعملوا ايه؟ خطوط طول كمان. عدد خطوط الطول اللي عملوها 360 خط، منها 180 شرق و180 ايه؟ غرب. يبقى قسم الكره الارضيه نصين، 180 خط طول شرق و180 خط ايه؟ طول عرض غرب. طب ايه اهميه خطوط الطول اللي عملوها دي؟ طبعا حددوا فيها الاماكن شرقا وغربا، تمام، وكمان تحديد الزمن وفروق التوقيت بين الاماكن على سطح الارض. نلاحظ ان احنا مثلا عندنا في القاهره هنا او في مصر الساعه مثلا 8، تروح في مثلا امريكا او اي حته من الحتت الثانيه الغرب تلاقي مثلا الساعه 11 او 12، اختلاف في التوقيت. عشان كده هم عملوا نظام خطوط الطول دي عشان بيحددوا الزمن وفروق التوقيت. طيب نلاحظ ايه؟ خط جرينتش هو خط الطول الرئيسي، درجته صفر. ليه؟ لانه هنا ايه؟ بدايه، خط البدايه اللي قسم الارض نصين. سمي بهذا الاسم لمروره بقريه جرينتش التي تقع قرب مدينه لندن، والتي عقد بها المؤتمر الجغرافي عام 1884. هم سموا الخط ده اللي في النص خط جرينتش في مدينه في قريه جرينتش اللي هي تقع من قرب مدينه لندن، اللي عقدوا فيها المؤتمر عام 1884. طيب بما تفسر تسمية خط جرينتش بهذا الاسم لأنه يمر بقرية جرينتش، القرية القريبة من مدينة لندن. طب ليه اختار العلماء جرينتش ليكون خط الطول الرئيسي؟ بسبب عقد المؤتمر الجغرافي في قرية جرينتش لتحديد خطوط الطول. هم اختاروه عشان هو ده المكان اللي قعدوا فيه وقعدوا يحددوا فين الأرض مننا فين وفين. طيب معنى خط جرينتش هو خط الطول الرئيسي ودرجته صفر، ويقسم الكرة الأرضية لنصفين، شرقي وغربي، تمام. ازاي بنحسب فروق التوقيت؟ تختلف المدن في التوقيت تبعا لخطوط الطول، فالمناطق والمدن التي تقع شرق خط جرينتش تسبق تلك المدن والمناطق التي تقع غرب هذا الخط. يعني هنا الشمس بتشرق من الشرق في الأول، عشان كده النهار بيبدأ عندنا في الشرق. عقبال ما الشمس تروح الغرب، طبعا عقبال ما الأرض تلف يعني وتروح غرب، الشمس تظهر غرب، فطبعا احنا بدأنا النهار عندنا احنا. فالنهارده مثلا يوم 1/6 مثلا، فعندهم في بره لسه ما جاش 1/6، لسه قدامهم شويه عشان النهار بتاعنا لما يخلص يبتدوا هم يوم ايه؟ اليوم بتاعنا جديد. طيب بما تفسر
تختلف المدن في التوقيت تبعا لخطوط الطول، فالمناطق والمدن التي تقع شرق خط جرينتش تسبق تلك المدن والمناطق التي تقع غرب هذا الخط. ليه بقى؟ بسبب أن الشمس تشرق أولا على الشرق، وأن الشمس تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق، ويبلغ الفرق بين كل خط طول وآخر 4 دقائق. يعني شايفين الخطوط دي ال 180 وال 180 اللي عملوها 360 خط، كل فرق توقيت ما بين خط وخط 4 دقائق. يعني مثلا احنا عندنا هنا في القاهرة الساعة 6، تمام؟ تروح أسوان تلاقيها الساعة 6 و4 دقايق مثلا، 6 و5، لأن في فرق توقيت، في خط في النص ما بيننا وما بينهم. طيب، وعندما نحسب الفرق بين في التوقيت بين المدن نتبع الآتي. نحسبها ازاي؟ إذا كانت المدينتان تقعان على نفس الخط الطول لهما نفس التوقيت، مثلا زي القاهرة والخرطوم بيقع على خط طول واحد، كلاهما 30 شرق على خط طول رقم 30، ما احنا قلنا في 180 خط شرق و180 خط غرب. الخط رقم 30 بتاع عليه القاهرة والخرطوم، الخرطوم ده اللي هو في السودان، وكلاهما 30 شرق، يتفق التوقيت في كلاهما. طيب، إذا كانت المدينتان تقعان في نفس الجهة نطرح خطوط الطول، مثلا مدينة ألف تقع عند 30 شرق الساعة بها 10 صباحا، ومدينة ب تقع عند 60 شرق. المطلوب معرفة توقيت المدينة ب. يعني لو احنا مثلا في القاهرة اللي هي ألف هي تقع على الخط 30، عايزين نعرف مدينة بتقع عند الخط 60 الساعة كام فيها دلوقتي، فهنعرف القاهرة فيها على الساعة 10 دلوقتي مثلا، فعايزين نعرف المدينة اللي بتقع عند خط 60 دي الساعة فيها كام، نطرح الفرق. إذا مع طرح خطوط الطول تكون العملية الحسابية كالتالي: 30 ناقص 60 يبقى في فرق 30 خطوط ايه طول. بما ان الخط فيه فرق 4 دقائق اهو زي ما احنا قلنا، خط 4 دقائق فرق، يبقى 30 في 4 ب 120 دقيقة، يبقى ساعتين، يبقى الفرق كام؟ ساعتين. طيب، اما اذا كانت المدينتان لا تقعان في نفس الجهة فيتم جمع خطوط الطول. مثلا يعني لو في مدينة تقع في الخطوط الشرقية ومدينة تقع في الخطوط الغربية، مش احنا قلنا الارض اتقسمت نصين شرق وغرب؟ طب لو في مدينة في الشرق ومدينة في الغرب وعايز احسب فرق التوقيت ما بينهم كام، مدينة ألف مثلا تقع عند 30 شرق بها الساعة 10 صباحا، ومدينة ب تقع عند 30 غرب، المطلوب معرفة توقيت المدينة ب. إذا مع جمع خطوط الطول تكون العملية الحسابية 30 زائد 30 يبقى 60، 60 في 4 دقايق ب 240 دقيقة، يعني 4 ساعات. يعني الفرق ما بين المدينة اللي هي 30 شرق و30 غرب، فرق ما بين التوقيت وما بين بعضها ايه؟ 4 ساعات. يعني لو الساعة هنا 10 في المدينة شرق زود 4 ساعات، قلل 4 ساعات، مش زود 4 ساعات لأن غرب ايه قبلينا احنا، تمام؟ بالشمس تروح لهم قبلينا، يبقى ايه؟ تبقى لسه الساعة 6 صباح. طيب، ضرب عدد خطوط الطول في 4 دقايق زي ما احنا اتفقنا، والناتج يكون ده في المثل الاولاني هتبقى 120 المثل الاولاني ده، وفي المثل الثاني طبعا هتبقى ايه؟ 240. لاحظ اذا كانت المدينه المراد معرفه التوقيت بها شرق المدينه الاخرى تضاف فرق الساعات على توقيت المدينه الاولى، اما اذا كانت المدينه المراد معرفه التوقيت بها غرب المدينه الاخرى يطرح فرق الساعات. زي ما بقول لك اهو، يعني لو مدينه في الشرق، تمام، لو مدينه في الشرق عايز اشوف مدينه زيها في الشرق اضيف عدد الساعات عليها، لكن في الغرب اطرح. ليه؟ لان الشمس بتطلع بدري عندنا، تطلع في الاول، فالنهار اليوم بدأ عندنا لكن لسه ما بدأش عندهم في الغرب. طيب، امثله: اذا كانت الساعه 10 صباحا في مدينه لندن الواقعه على خط طول 0 جرينتش، تمام، فكم تكون الساعه في مدينه القاهره الواقعه على خط طول شرقا؟ شوف هنا ايه؟ 0 اهو، يبقى الفرق ما بينهم وما بين بعض كام؟ 30، يبقى 30 في 4 دقايق الخط الطول، يبقى 120 يعني ساعتين. طيب، وبما ان القاهره تقع على الشرق من لندن اذا يضاف الفرق في الزمن اليها، طالما تقع في الشرق يبقى بنضيف. ليه؟ لان احنا عندنا الشمس بتظهر بدري، يبقى اذا التوقيت في القاهره 10 زائد 2 يبقى ايه؟ الساعه 2 ايه؟ ظهرا. طيب، سؤال تاني: اذا كانت الساعه في القاهره والتي تقع على خط طول 30 شرقا 10 صباحا، فكم تكون الساعة في سان فرانسيسكو الواقعة على خط طول 120 غربا؟
طيب بنطرح بنعمل ايه في الحاله دي؟ بنجمع. يعني لما يكونوا في خطين مختلفين، خط غرب وخط شرق، بنجمع. يبقى 30 زائد 120 يساوي 150. 150 في 4 ب 600 دقيقة، يعني 10 ساعات. طب هنا بنطرح ولا بنطرح ولا بنزود؟ لا، بنطرح. إذا الساعة 10 نقلل منها 10 ساعات، يبقى الساعة الفرق في الزمن بين المدينتين 150 يبقى 600، يبقى 10 ساعات. إذا التوقيت في سان فرانسيسكو هي الساعة 8 صباحا، يعني أقلل 10 قبلها 9 8 وهكذا. تمام. لاحظ أن المدينة اللي تقع على خطوط طول واحد تتفق في توقيتها، زي القاهرة والخرطوم تقع على خطوط 30 فالساعة فيها تكون واحد. المدن التي تقع على خطوط طول مختلفة يختلف توقيتها حسب موقعها. المدينة الواقعة في الشرق تسبق توقيت المدن الواقعة في الغرب. تمام. ناخد بعد كده دوائر العرض اللي هي اللي هي من الشرق للغرب دي. تمام. دوائر العرض طبعا هي برضه خطوط وهمية، دوائر وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية، تتناقص أطوالها كلما ابتعدنا شمالا أو جنوبا. ليه؟ لأن في الأرض هنا إيه؟ خط الاستواء ده أطول خط طبعا. كل ما تروح لفوق أو لتحت بيقل إيه؟ بتقل الدايرة. طيب. عددها 180 دايرة، يتوسطها خط الاستواء اللي هو ده، منها 90 في النصف الشمالي و90 في النصف الجنوبي. طبعا هنا 90 دايرة في النصف الشمالي و90 في النصف الجنوبي. أهمية دوائر العرض إيه بقى؟ تقسيم الأرض إلى مناطق حرارية. يعني بيقسم هنا خط الاستواء ده طبعا الحتة اللي فيها حر جدا، الأرض فيها حر جدا، فبيقول لك إن الحتة هنا دي مثلا درجة حرارتها قليلة، دي كبيرة، دي أقل شوية، لغاية ما نوصل لإيه؟ للبرودة. طيب، التعرف على أحوال المناخ، درجة الحرارة، الرياح، الأمطار. تحديد مواقع المدن والبلدان، تحديد مواضع الإنسان برا أو بحرا أو جوا. فدي أهمية دوائر العرض. تقسيم الأرض إلى مناطق حرارية، التعرف على أحوال المناخ، درجة الحرارة، الرياح، الأمطار. تحديد مواقع المدن والبلدان، تحديد موضع الإنسان برا أو بحرا أو جوا. دوائر العرض الرئيسية زي ما احنا قلنا، دايرة الاستواء تقع عند دايرة عرض صفر، زي خط جرينتش كده بالظبط. ويقسم الأرض إلى قسمين متساويين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. أهو قسم الأرض لنصين، ده شمال وده إيه؟ جنوب. مدار السرطان ده تقع عند دائرة عرض 23.5 شمالا. أهو ده مدار السرطان، يقع عند دائرة 23 إيه ونص شمالا. مدار الجدي تقع عند دائرة عرض 23.5 جنوبا. ادي مدار الجدي ايه عكسه اهو، 23.5 ايه جنوبا. في بعد كده الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية ايه الجنوبية. الدائرة القطبية الشمالية اهو فوق مدار السرطان هنا، تقع عند دائرة عرض 66.5 شمالا. الدائرة القطبية الجنوبية تحت اهو، تقع عند 66.5 جنوبا. القطب الشمالي بقى اللي هو برد خالص بقى، تقع عند دائرة عرض 90 شمالا، اللي هو اخر الكرة الارضية هنا. القطب الجنوبي تقع عند دائرة عرض 90 جنوبا، اللي هو تحت خالص. تمام. من الخريطة التي امامك، تقع مصر بين دائرتي عرض 22 و 31.5 شمال، اللي هو بص اهو عند قريب من مدار السرطان. تمام. شمال، اي في نصف الكرة الشمالي، وبين خطي طول 25 و 37 شرقا، اي في نصف الكرة الشرقي، يعني شمال الشرقي. يمر بجنوب مصر دائرة عرض رئيسية هي مدار السرطان. عدد خطوط الطول التي يمتد عليها الأرض المصرية 12، وعدد دوائر العرض 9.5. يعني مصر، أراضي مصر كلها موجودة على 12 خط طول. ليه؟ لأن احنا عندنا القاهرة والجيزة واسكندرية وأسوان والبحيرة، كل دي بتبقى فيه خطوط طول مختلفة. وعند دوائر العرض، وعدد دوائر العرض اللي بتقع عليها مصر 9 دوائر ونص. طيب، بما تفسر القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي. ليه بقى؟ لأن الأرض غير كاملة الاستدارة اللي احنا لسه واخدين في أول الدرس، فهي مفلطحة عند القطبين ومنبعجة عند إيه؟ خط الاستدارة. بص نلاحظ إيه في الكرة هنا؟ في النص كبيرة أهو، كل ما تطلع لفوق تقل وكل ما تنزل تحت تقل. ليه؟ لأن هي مفلطحة عند القطبين ومنبعجة عند خط الاستواء. تنوع المناخ والنبات والكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية. ليه؟
لأن الشكل الكروي للأرض أدى إلى تعرض بعض المناطق لأشعة الشمس في وقت معين والبعض الآخر في وقت آخر. الزمن واحد في القاهرة والخرطوم بسبب وقوعها على خط طول واحد. اختلاف التوقيت بين القاهرة ولندن لأنهما يقعان على خطوط طول مختلفة. تسبق نيو دلهي بغداد في التوقيت، أو الأجزاء الشرقية من الأرض تسبق الأجزاء الغربية في التوقيت. ليه؟ لأنها تقع في الشرق فتشرق عليها أشعة الشمس أولا وبعد كده تشرق في الغرب. تعتبر الدائرة الاستوائية دائرة العرض الرئيسية. ليه بقى؟ لأن هي أكبر دوائر العرض ودرجتها صفر، تقسم الأرض إلى نصفين متساويين شمالا وجنوبا. يختلف الزمن من مكان لآخر على سطح الأرض باختلاف خطوط الطول. ليه بقى؟ لأن دوران الأرض حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة، وشروق الشمس على الأماكن الواقعة في الشرق قبل الأماكن الواقعة في الغرب. طيب، ما النتائج المترتبة على الشكل الكروي للأرض؟ طبعا تعرض بعض المناطق لأشعة الشمس في وقت معين والبعض الآخر في وقت آخر، تنوع المناخ وتنوع النبات، تنوع الكائنات الحية. طيب، بما تفسر عدم تساوي أقطار الأرض. ما النتائج المترتبة على عدم تساوي أقطار الأرض أو القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي. أصبحت الأرض غير كاملة الاستدارة، أصبحت الأرض مفلطحة عند القطبين والمنبعجة عند خط الاستواء. ده الواجب المنزلي بتاعك، تقدر تحله. لو في أي سؤال معرفتوش تقول لي في التعليقات وأنا هجاوبه لك تحت أمرك، واللي يحب يحل ويبعت لنا الإجابات في الكومنتات تحت أمركم. أسئلة كتيرة جدا على الدرس طبعا واحنا جاوبناها كلها، لكن انت بتدرب نفسك اهو. حاجات كتيرة جدا 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 مهمة جدا. اشوفكم في الدرس الثاني في الوحدة الثانية الليل والنهار. باي باي.